بيبدأ الفيلم في الهند وبنشوف قبيلة وهي بتدور على حجر الخلود، وبيكون الحجر موجود جوه أفعى اسمها إلهة الخصوبة. وبنلاقي راجل بيقتل زوج الأفعى اللي بتغضب وبتقتل الراجل، وبيهرب ولد كان معاهم وبيرجع على القبيلة وبيحكي لهم عن الأفعى وهو مرعوب، وبتسيب القبيلة كلها اللعنة وبتجهد الستات الحوامل. تنتقم الأفعى من كل القبيلة. بعدها بننتقل لأربع أشخاص جوه الغابة، وبيكون زعيمهم اسمه ماركوس، وبيكون مصاب بسرطان في المخ وهيموت، وأمله الوحيد إنه يلاقي حجر الخلود ويعالج السرطان. يوصلوا لمكان تزاوج الأفعى، وبيأمر ماركوس واحد منهم يمسك التعبان الذكر، ولما بيرفض الراجل بيقتله ماركوس، وبيهرب واحد تاني منهم، وما بيقدرش ماركوس يضربه بالنار علشان التعابين ما تخافش. بيرفض الراجل الأخير إنه يمسك التعبان وبيقتل نفسه. بينجح ماركوس إنه يمسك ذكر الثعبان، وفي نفس اليوم بتتحول أنثى الأفعى لإنسان علشان تطارد ماركوس، وبتسرق هدوم من ستات بيستحموا في النهر. وفي الوقت ده بيكون ماركوس بيكهرب الذكر، وبتكون الأنثى حاسة بأي تعذيب بيحصل له، وبتدخل الأفعى على المدينة وبتسمع مزمار الحاوي وبترقص، وبيشوفها اتنين وبيفتكروا إنها تحت تأثير المخدرات، وبياخدوها جوه بيت علشان يمارسوا معاها علاقة، ولما بترفض بيبدأوا إنهم يضربوها. وبيترعب الحاوي لما بيحس بالأفعى وبيتغير من شكلها، وبيهرب الحاوي من المكان. بتقتل الأفعى واحد فيهم وبتعضه في جسمه كله، وبتبلع الشخص التاني وبتنام على السرير لحد ما تهدمه. بعدها بتشوف واحدة ست الأفعى وهي قاعدة في جنينة بيتها، فبتتصل بالشرطة اللي بتيجي وبتاخد الأفعى على مركز الشرطة، وهناك بيشوفها الضابط وبيحس إنها مش متزنة، فبيتصل بمراته وبيطلب منها إنها تيجي علشان تساعدها. وبتشوف الأفعى صور المجرمين متعلقة، وبتلاقي واحد ما بينهم من العصابة اللي مسكت حبيبها. وبتحقق الشرطة في حادثة اتنين اللي ماتوا، وبيلاقي الضابط جثة وكتلة لحم غريبة، وده بيكون الراجل اللي بلعته الأفعى. بتسمع الأفعى صوت واحد بيضرب مراته، وبتدخل الست أوضة وبتقفل على نفسها. بعدها بتسمع بره صوت فحيح الأفعى، والأطفال بيشوفوا الأفعى وهي بتسحب أبوهم. بعدها بيجي الضابط علشان يحقق في جريمة الراجل اللي اتقتل، وبيكون الضحية واحد من العصابة، وده بيكون اللي خاف وجرى من ماركوس. وبيعرف الضابط إن الأطفال شافوا تعبان كبير وهو بيسحب أبوهم، وفي الوقت ده بتكون الأفعى في معبد تابع ليها وبيصلي لها الرهبان، وبتغير الأفعى من جلدها. وبيسمع الضابط حماته وهي بتتفرج على برنامج في التلفزيون عن الإلهة الأفعى. بيكون الحاوي في الوقت ده في السينما بيتفرج على فيلم عن الإلهة الأفعى، وبيحس بيها جوه السينما، وبيهرب وبتطارده الأفعى. وبيشوف الضابط وزميله الحاوي وهو بيجروا وراه، وبتيجي عربية وبتخبط الراجل وبيموت. وبيشوف الضابط الأفعى في المكان، وبيتأكد إنها ورا كل جرائم القتل. بعدها بتختفي الأفعى. بالليل بتقول للضابط حماته إنه لازم يساعد الأفعى وينقذ حبيبها، وإنه مخطوف ومحبوس في مضروم قريب، والراجل اللي خطفه عنده سرطان في المخ. والصبح بتقول للضابط مراته إن أمها ماتت، وبيعرف الضابط إن اللي كانت بتكلمه بالليل شبح مش حماته. وبيلاقي ماركوس إن ذكر التعبان مش بيتحرك، وبيبدأ يخبط على الصندوق الزجاجي، وبينسى باب الصندوق مفتوح وبيمشي. بعدها بيخرج التعبان من الصندوق، وبتوصل الأفعى للمكان وبتلاقي حبيبها على الأرض تعبان جدا، ويبدأوا في عملية التزاوج. وبيشوف ماركوس كل رجالته وهي مقتولة، وبيلبس بدلة مخصصة ونظارات ليلية، وبينزل البدروم وبيشغل الموسيقى علشان يوتر الأفعى. وبيجر حبيبها على الأرض علشان يستدرجها للشبكة لحد ما بينجح إنه يوقعها في الفخ، وبيعذبها وبيجبرها إنها تديله حجر الخلود، وبيضرب دراعها بالنار. بيسمع الضابط وزميله ضرب النار وبيجروا على البدروم، وبيلاقوا ماركوس وهو بيعذب الأفعى، وبيضرب عليهم ماركوس النار، وبيتساب زميل الضابط. بيضربوا الضابط في ايده بالنار، وبيحاول ماركوس انه يمنع الضابط انه يوصل للأفعى، وبيقبض عليه زميله. وبيحرر الضابط الأفعى اللي بتزحف على الأرض وبتروح لحبيبها. بيقوم ماركوس وبيقتل زميل الضابط بالنار، وفي الوقت ده بيموت ذكر الثعبان كمان في ايد الأفعى. وبتاخد الأفعى ماركوس وبتحطه في القفص الزجاجي، وبيقع مفتاح الكهرباء على الأرض، وبتفضل الكهرباء شغالة، وبيموت ماركوس. وبتخرج الأفعى من المكان، وبعد وقت بنشوف مرات الضابط خلفت بعد ما كانت محرومة من الخلفة، وبتكون الأفعى متابعاهم بعد ما وضعت بيضها وبتفتكر حبيبها. ولحد هنا بيخلص الفيلم. لو عجبك ما تنساش تشترك في القناة، ونشوفكم الملخص الجاي.